السلام عليكم. مشكلة السياس مشكلة كبيرة جدا في مصر، بيعاني منها قطاع كبير أو من الشعب. أولا بيفرضوا عليك مبلغ أنت مش من حق حد يطالبك بيه. الشوارع دي شوارع الدولة، شوارع الحكومة، أنت بتدفع ضرايبك وبتدفع نور وبتدفع كهرباء وبتدفع كل حاجة. أما الاستيلاء على الشوارع من قبل بعض البلطجية الذين العاطلين عن العمل، الذين يتخذون مهنة ركن السيارات، كأن اللي راكن بالعربية ده ما خدش رخصة ومش معترفين بأنه معاه رخصة وأنه بيعرف يسوق. امال الدولة ليه مطلعه له رخصة واخدة حق الرخصة وتراخيص ودافعين كل حاجة؟ علشان هم بيعرفوا يركنوا العربية من غير ما يحتاجوا حد يقول لهم ارجع ولا اطلع. مش معقول يا جماعة. انت شوارع الحكومة ليها مكانة خاصة، ان ما ينفعش حد يستولى عليه. لو انت عايز كده روح اعملها جوه كومباوند، جوه مش عارف ايه، براحتك بقى، انت اتفق معاهم هم يجيبوك. اما تعملها جوه في شوارع الدولة الحكومية لا، الناس بتشتكي ويجي واحد يقول لك عشان وقفت 10 دقايق 50 جنيه، والله انا تبع الدولة وانا بدفع ومش عارف بعمل ايه. طب هو ده اسمه كلام؟ هو اي واحد يروح لابس لك جاكيت مضيء ومش عارف يقول لك والله احنا تبع البلديه وتبع مجلس المدينه واحنا بندفع ومعانا؟ لا يا جماعه، حرام. انتوا بتدمروا الشعب نفسيا بالحكايه دي. يعني حكايه السايس دي بتدمر نفسيه الناس جدا جدا جدا، لان هو شايف الركنه وشايف انه ركن، وبعد ما يركن يجي له واحد يقول له والله الفلوس يا باشا حساب ايه وانت عملت لي ايه؟ انا راكن بنفسي وانا اللي عامل كل حاجه بنفسي، انت دخلك ايه بالموضوع؟ الحكومه لازم تتصرف في الموضوع ده. دي بلطجيه عاطلين عن العمل، ما ينفعش ان انت تديهم صفه رسميه وتخليهم يشتغلوا ويطلعوا لهم كوبونات ويدوا مش عارف ايه. لا، ده حرام. هي الناس تلحقها منين ولا منين؟ من دروس عيالهم ولا من المرض ولا من الاكل ولا من الصحه، عشان تحط لهم كمان واحد سايس يستنزف جيوبهم؟ ويا ريت بيستنزف جيوبهم بالذوق ولا بالاحترام، ده بالغصب. ولو يبلطج معاك وممكن يضربك سكينه، يكسر لك العربيه، يفسيلك كاوتشاتها. انت مش امن على نفسك في الشارع وانت راكن عربيتك قصاد الراجل ده. والله يعني اقول في ناس كانت بتركن عربياتها بعيده عن منطقه السايس ويمشوا على رجلهم كيلو عشان ما يقابلوش السايس ولا يشوفوه ولا يعلمهم ولا يعرفهم. احنا في وضع كارثي اسمه السايس. يعني الشرطه لازم تتدخل. الناس دي بلطجيه، الناس دي ما تعرفش ربنا، الناس دي ما بتركعهاش، الناس دي بتستنزف، بتسرق الجيوب بحجه ان هم خدوا ملكيه الشارع. طب ده اسمه كلام؟ لما الشارع كمان يتاخد نعيش فين؟ الناس تمشي ازاي؟ الناس تركن عربيتها فين لما البلطجيه يستولوا على الشوارع بالطريقه دي؟ وساعات الحكومة بتدي تراخيص وتصريح لبعضهم بمزاولة مهنة غير موجودة أصلا في يعني أقول غير موجودة أصلا في الكارير بتاع الحكومة. لا ليها معاش ولا ليها مرتب ولا ليها أي حاجة. هو كل المشكلة استنزف الناس ونقسمك وناخد معاك. هو ده اسمه كلام؟ الحكومة لازم تتدخل وتشوف حل مع السايس وان السياس دولت وتحل الموضوع ده بطريقة انها تنتهي تماما الظاهرة دي. لازم الظاهرة يلزم عقوبات رادعة جدا. دي ناس بلطجية يا فندم، بياخدوا حق مش من حقهم. والله العظيم ناس بتتحرق دمها وضغطها بيعلى، وناس بتهرب منهم وبتجري عشان ما تدفع لهمش حاجة، يخبطوا حد ولا يعوروا حد ولا يعملوا حادثة. أرجوكم حلوا موضوع السايس في مصر. مفيش حاجة اسمها سايس في شوارع عامة أبدا. ممكن في مواقف مفيش مشكلة ينظم أتوبيسات الميكروباصات، المواقف ماشي تحتاج، ممكن حد يطلعك حد يدخلك، مفيش مشكلة براحتكم. أما الشوارع لأ، رحمة بالناس ورحمة بالمواطنين. جزاكم الله خير وشكرا لكم. عايز أعرف رأيكم، تابعوني محمد أبو فرح. السلام عليكم ورحمة الله.